اوعى حد من المحللين يقول لك المنتخب تمام التمام وتصدقه. مستوى المنتخب لا يسر عدو ولا حبيب. يعني انا شخصيا شايف ان لا فيه خطط ولا فيه جمل ولا فيه اي حاجه خالص. يعني المنتخب يعني انا بيلعب كده باجتهاده، بيلعب كده على الله. يعني محمد صلاح عامل تقل وتريزيجيه عامل تقل ومصطفى محمد في الخط الايماني تمام. علي جبر ورا ما يلعبش كوره اصلا. يعني علي جبر المفروض ما يدخلش منتخب مصر، حاجه غريبه جدا. علي جبر طارق حامد داخل يدغدغ يعني بيدشش، المفروض برضه ما يلعبش منتخب مصر. يعني حاجه غريبه جدا برضه. يعني انا مستغرب الاثنين دول بيلعبوا ليه. المنتخب يا جماعه مستوى سيء للغايه، مستوى سيء جدا. المنتخب حمدي فتحي بدأ هجمات المنتخب القومي بشوطه صاروخيه لما جه من عند الشمال كده وخدها من تريزيجيه، جت لحارس المرمى هنا ما شافهاش وردت في الملعب. اختتم فرص مصر حمدي فتحي بضربه راس رائعه على شمال حارس مرمى منتخب زامبيا عشان مصر تفوز في بلس 95 او 94 تفوز 1-0. يعني منتخب مصر يعني فاز كده يعني عشان الناس بتدعي، عشان الملايين اللي بتدعي ورا الشاشات وفي البيوت فاز. هتقول لي منتخب زامبيا ضعيف؟ لا مش ضعيف. هتقول لي منتخب زامبيا هدد منتخب مصر؟ هقول لك هدده. هتقول لي ده منتخب زامبيا كان ال10 لعيبه بيلعبوا تحت الكوره عند ال 18، هقول لك بيجرب خطه. الراجل بتاعهم بيجرب خطه دفاعيه هيجربها في الامم الافريقيه. لكن انت منتخب مصر ازاي تكسر الدفاعات دي؟ ما كسرتهاش ليه؟ انت منتخب مصر ما كسرتش الدفاعات اللي منتخب زامبيا عاملها ليه؟ فين بقى حلولك الفرديه وفين حلولك الجماعيه وفين جملك؟ الراجل روفيتوريا ده يا جماعه والله على يعني رضا عبد العال يا فرحتك يا رضا عبد العال هياكل عليه عيش النهارده رضا عبد العال ويقول لك ما بيفهمش ما عندوش، والراجل ده شكله فقير فنيا. لكن ما فيش جمل وما فيش خطط وما فيش اي حاجه خالص خالص. واللي ياخد الكرة عايز يشوط. مروان عطيه شاط كرة حلوه، في زيزو شاط كرة حلوه، زيزو رافع الحمدي فتحي دوا، رفعه اوفر الدوا من زيزو. مرموش داخل يشوط في السماء، ضربه راس كانت من زيزو بره. يعني في مصطفى محمد جت جنب العارضه، محمد صلاح عمل كذا واحده كده. لكن يا جماعه مستوى اقسم بالله مطمئن. يعني ما حدش يضحك عليك يقول لك منتخب مصر مستوى مطمئن. يعني بقول لك في الدفاع علي يعني كان ناقص يجيبوا احمد فتحي بقى مع احترامي لاحمد فتحي باك يمين، ويجيب عبد الشافي مع احترامي لعبد الشافي باك شمال مع علي جبر، وتبقى الدنيا تقل في تقل ورا كده. لا يا جماعه ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. لا لا لا، منتخب مصر ما فيش جمل، ما فيش جمل، ما فيش جمل، ما فيش لاعب بياخد كده ويجري داون ويسقطها له كده ويرميها له كده. محمد صلاح متكتف بالمدافعين اللي حواليه. فانا مش عارف روي فيتوريا ده، يعني انا مش فاهم هل انت فقير فنيا؟ هل انتوا ضحكتوا علينا؟ قابلنا منتخب زامبيا 22 مره فزنا عليهم 11، فازوا علينا 6، تعادلنا 5. النهارده فزنا بشق الانفس ولوما حمدي. طب حمدي فتحي تقدر تقول لي ايه اللي دخله ال 18؟ ربنا واجتهاده. بقول لحضرتك شايف كوره فوق الماتش صاروخ جت في كتف الواد الحارس بتاعهم وطلعت اتردت في الملعب. حمدي فتحي يعني لعيب جدر. حمدي فتحي لعب الماتش كله. مصطفى محمد ومحمد صلاح وعلي جبر ومحمد عبد المنعم والشناوي ومحمد هاني. او خرج محمد هاني، معلش يا جماعه فكروني. فانا شايف ان منتخب مصر مستواه ما يطمئنش. يعني ماتش الجزائر اللي جاي، هل اللعيبه مثلا مفكره في ماتش الجزائر اللي جاي بتفكر فيه وخايفه على رجلها؟ هو انت داخل البطوله؟ فانا مش عارف هل انتوا رايكم معايا ولا لا ان المنتخب مستواه غير مطمئن. انا مش عارف هل اللعيبه بتلعب بالشوكه والسكينه عشان مستنيه ماتش الجزائر اقوى شويه، مش عارف. لكن انا شايف ان المدرب ده يا جماعه ضعيف فنيا. فيتوريا ده احنا اتخمينا فيه ولا ايه؟ ولا انا مش فاهم. حتى الجماهير يا جماعه، احنا قلنا الجماهير هتدغدغ الاستاد وهتلاقي مال الاستاد حوالي 15,000 من ضمن 25,000. يعني الاستاد ما اتملاش. هل الاستاد بيتملي في اهلي وزمالك بس؟ انا قلت بقى هنروح نلعب في حته ثانيه والجماهير هناك عطشانه منتخب مصر. طب عشان حتى محمد صلاح. لكن الجماهير برضو لغز. يعني كان المفروض الجماهير تملى الاستاد على اخره، لكن ده ما حصلش. فهل مثلا اللعيبه لما دخلت لقت الجماهير مش ماليه فهل جالها احباط مثلا؟ ما هو احنا اللعيبه المصريين بنلعب يعني حته المشاعر برضو بتفرق معانا. هل اللعيبه دي جالها احباط لما لقت المدرجات مش متقفله؟ مش عارف. لكن يقال ان ماتش الجزائر التذاكر كلها متقفله. فيا جماعه انا بتمنى ان المستوى يتطور عن كده، لان احنا كده مستوانا مش حلو خالص. هتقول لي احنا لما بنروح دوره مجمعه بيبقى احسن من كده، هقول لك تمام، بنروح دوره مجمعه الامم الافريقيه مستوانا يبقى احسن من كده. لكن طب ما يبقى احسن من دلوقتي. الشناوي يا جماعه، الشناوي شايل انفراد في الدقيقه 20. الشناوي تقيل، حارس مرمى تقيل وعملاق حقيقي. يعني الشناوي شابوه.
في كوره جات لهم كده بالهيدز في اخر الماتش جنب العارضه، لو كانت دخلت الجون كانت بقت مشكله، كنا خسرنا من زامبيا. فيا جماعه انا اتمنى من المدرب ده يعيد حساباته ويفكر صح، يعمل جمل يا عم، يعمل جمل. هيطلع بقى المحللين في القناه يقول لك ايه ده عامل، بص جاب ده هنا وقف ده هنا عشان يجيب ده كده. والله ما شفنا حاجه يعني ما شفناش حاجه. هو فتوح مع تريزيجيه كان عامل جبهه كده، ومحمد صلاح مع محمد هاني عامل جبهه كده. النني ما يلعبش منتخب مصر. قعدوا جنب طارق حامد وعلي جابر. يا جماعه الواد مروان عطيه، طب ما خدش قفشه ونزله ليه؟ مروان عطيه يا جماعه نزل ده ولا زيزو؟ يا جماعه في لعيبه كده يا جماعه ما تقعدش، في لعيبه ما تقعدش. يعني النني يلعب على زيزو وعلى مروان عطيه؟ لا، انا شايف ان لا. فنتمنى للمنتخب في المباريات الجايه ان شاء الله نشوف كوره احلى من كده. وفي نهايه الفيديو ما تنساش اللايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جيل جديد. قدر يا غالي المجهود، انت بتتفرج دلوقتي صباعك مش هيوجعك لو عملت لايك وعملت سبسكرايب للقناه وفعلت زر الجرس عشان تقدر تشوفني تاني. لو انت مش عايز تشوفني تاني ما تعملش حاجه خالص. سلام عليكم.